فضيحة اللي حصل النهارده من اتحاد الكورة مع نادي الزمالك. أقل ما يقال عنه إن هو فضيحة، وهثبت لك إن هو فعلا فضيحة باللوائح والقوانين بتاعة اتحاد الكورة برئاسة الزملكاوي هنا أبو ريدة. ومش أنا اللي بقول عنه زملكاوي، ده الرئيس الشرفي لنادي الزمالك هو اللي قال عنه زملكاوي. وأتحدى أي حد إنه يطلع ويكذبني. وهقول لك ايه سر تاخر فتره اعداد نادي الزمالك، والسر عند جون ادوارد واللعيبه، وايه برضو السر في فكره الغاء شركه الكوره. ليه حسين لبيب فكر ولسه ما نفذش؟ عشان اقول لك او اكون دقيق معاك، ليه فكره الغاء شركه الكوره اتطرحت من حسين لبيب، والسر عند بابا عباس. ايه القصه وايه الحكايه؟ قبل ما ندخل على التفاصيل، برحب بحضراتكم جميعا ورب تكونوا دايما بالف خير، واتمنى من حضراتكم في بدايه الفيديو اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتعليق حلو زي كده في التعليقات. وتعالى نبدا عند الفضيحه اللي حصلت النهارده من اتحاد الكوره، وده شيء كان متوقع بالنسبه لي انا. النهارده كان في اجتماع لاتحاد الكوره المصري لمناقشه عده امور كده، من ضمنها اعتماد الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه. والنهارده طلع القرار انه خلاص اعتمدوا الزمالك وبيراميدز في دوري الابطال، والاهلي وزد. الاهلي وزد عشان الناس اللي كانت بتقول الاهلي وسيراميك، لا، الاهلي وزد في الكونفدراليه. طيب هنا السؤال لاتحاد الكوره المصري: اعتمد نادي الزمالك انه شارك في دوري الابطال وادت له الرخصه المحليه على اي اساس؟ يعني على اي اساس؟ وانت من اللوائح بتاعتك والخاصه باتحاد الكوره والخاصه بلجنه التراخيص انه التفسير بتاعها كده ما فيش نادي يحصل على الرخصه المحليه وهو مديون لاي من مؤسسات الدوله. طب الزمالك مديون لكل مؤسسات الدوله. يكفي ان اقول لك انه الزمالك عليه يقترب من مليار جنيه للضرائب فقط. الضرائب فقط الزمالك عليه مليار جنيه، ده غير التامينات، ده غير الكهرباء، ده غير الميه. انت اعتمدت رخصه الزمالك على اي اساس؟ على اي اساس؟ ما انت قبل كده كان النادي الاهلي في سنه من السنين، حوالي من 4 سنين كده، تعاقد مع احد اللعيبه مش متذكر اسمه. اتحاد الكوره رفض انه اللاعب ده يتم قيده في قائمه النادي الاهلي عشان الاهلي كان عليه مبلغ بسيط للكهرباء. قال له روح هات مخالصه من الكهرباء عشان اجيد لك اللاعب ده. ودلوقتي الزمالك عليه يقترب من مليار بياخد الرخصه المحليه عادي. طيب اعطاء الرخصه المحليه للزمالك واعتماد اتحاد الكوره للزمالك انه يشارك فيه، او ترشيحه للزمالك وبيراميدز انه يشاركوا في دوري الابطال، كده الزمالك حصل على الرخصه المحليه او حصل على الرخصه الافريقيه وهيشارك في دوري الابطال؟ لا طبعا. ليه؟ لأن المستندات اترفعت على السيستم الخاص بالاتحاد الافريقي الكاف، والاتحاد الافريقي هقول لك ان هو هيفصفص كده المستندات دي سطر سطر وكلمه كلمه. طيب ايه الموقف دلوقتي؟ الموقف دلوقتي انه لغايه دلوقتي ما فيش اخطار رسمي وصل من النادي الاوكراني اللي كان يلعب فيه الواد باريزا وابراهيم نضاي ان هم استلموا الفلوس والموضوع خلص. لغايه دلوقتي ما فيش اخطار، وعشان كده انا بقول لك مستغرب انه ازاي اتحاد الكوره ادى الرخصه لنادي الزمالك وما فيش اخطار وصل له من النادي الاوكراني وابراهيم نضاي. طيب اتحاد الكوره الاتحاد الافريقي هيبص على السيستم في الاتحاد الدولي، هيلقى القضايا زي ما هي اللي على نادي الزمالك. هل الاتحاد الافريقي هيدي الرخصه الافريقيه لنادي الزمالك بناء على الايصالات بتاعت التحويل اللي ارفقها نادي الزمالك في المستندات اللي اترفعت على سيستم الاتحاد الافريقي؟ الله اعلم. لغايه دلوقتي ما وصلش الاتحاد الافريقي اخطار من النادي الاوكراني ولا اخطار من ابراهيم نضاي، لانه قبلها كان في خطاب من محامي ابراهيم نضاي للاتحاد الافريقي بياكد لهم انه الاخبار اللي طلعها نادي الزمالك انه عمل تسويه معانا كلها اخبار كاذبه وما فيش تسويه حصل لغايه دلوقتي. فلازم يوصل خطاب ينفي الخطاب ده. ما فيش. ده بالقضايا اللي على نادي الزمالك اللي تمنع من حصول الرخصه الافريقيه لسه موجوده على سيستم الاتحاد الدولي الفيفا. لغايه دلوقتي القصه مش واضحه، وبكره الاحد الاجتماع بتاع الاتحاد الافريقي في المغرب وهنشوف القرار هيكون ايه. طيب كل انديه العالم
كل مش في مصر، مش هقول لك في مصر، الاهلي وبيراميدز وزد وسيراميكا وكل الانديه بدات فتره الاعداد. الاهلي بدا مع حسين عموته، لعب مباراه وديه وهيلعب الثانيه، وبيراميدز خلاص راح المعسكر في تركيا، وزد برضه ابتدى، وكلها الدنيا ابتدت. لا مش بس في مصر، العالم كله ابتدى فتره الاعداد الا نادي الزمالك. لغايه دلوقتي نادي الزمالك لعمل القياسات البدنيه اللي بتعمل قبل بدايه المعسكر الاعدادي، ولا اعلن متى المعسكر الاعدادي، ولا اعلن على المدير الفني الاجنبي هيجي ولا هيكمل معتمد جمال. محدش يعرف اي حاجه. طب ايه سر تاخر فتره الاعداد عند نادي الزمالك؟ اولا لانه اللعيبه رافضه تنزل التدريبات وتبتدي فتره الاعداد غير لما تاخد فلوسها المتاخره بتاعت الموسم اللي خلص، وال 25% مقدم التعاقد بتاع السنه الجديده او الموسم الجديد. طب دول يعملوا كام لكل اللعيبه؟ 125 مليون جنيه. 125 مليون جنيه. واللي مجو كمان قلب اللعيبه انه جون ادوارد وعدهم انه مش هنزلكم التدريبات غير لما تاخدوا فلوسكم. مش هنزلكم التدريبات غير لما تاخدوا فلوسكم بالكامل. طيب الزمالك وصلت بيه المرحله انه هو مش عارف يجيب اللعيبه الاجانب بتاعته من بره. ليه؟ لانه شركه السياحه اللي هو بيتعامل معاها وعامل معاها تعاقد، ما يقدرش يتعامل مع اي شركه سياحيه ثانيه غير الشركه دي، انه في عقد ما بينهم. ليها عند نادي الزمالك حوالي 90 مليون جنيه. 90 مليون جنيه الشركه السياحيه دي عند نادي الزمالك. الزمالك لا عارف يجيب اللعيبه من بره، يبعت لهم تذاكر طيران يعني، ولا عارف يوفر معسكر خارجي في اي دوله عربيه ولا اي دوله اجنبيه، لانه بيتوفر الموضوع ده عن طريق الشركات السياحيه دي. الشركه هتطالب نادي الزمالك ب 90 مليون جنيه. طيب اختم مع حضراتكم بموضوع شركه الكوره. ليه من امبارح كده طرح خبر او انتشر خبر كده انه حسين لبيب بيفكر انه يلغي موضوع شركه الكوره دي خالص. ايه القصه وايه الخبايا؟ القصه انه زي ما قلت لك انه كان في خلاف ما بين ممدوح عباس واداره نادي الزمالك، والخلاف ده بسبب الارض البديله والجزء المخصص كالاستثمار. انه تفاجأ ممدوح عباس انه الارض المخصصه كالاستثمار راحت لمستثمرين او 2 رجال اعمال معروفين ومعروفين جدا كمان، وما فيش وفاق بينهم وبين ممدوح عباس عشان اقول لك من الاخر. وكمان المفاجاه اكبر انه الناس دي راحت على شركه الكوره، وهي اللي استحوذت على شركه الكوره بنسبه 60%. والمفاجاه الاكبر انه العدو اللدود ممدوح عباس اللي هو جون ادوارد ليه استثمار او ليه اسهم في شركه الكوره. هنا ممدوح عباس قال لك لا، انا مجلس اداره الزمالك يا انكل لبيب انا عاوز فلوسي، انا دافع فلوس لنادي الزمالك عاوزها. طيب كم فلوس ممدوح عباس؟ فلوس ممدوح عباس اللي دفعها لنادي الزمالك اكثر من نص مليار جنيه، اكثر من 500 مليون جنيه دفعها ممدوح عباس لنادي الزمالك. وكده دلوقتي الزمالك مطالب ان هو يرجع فلوس ممدوح عباس. جميل جميل. طيب حسين لبيب فكر ان هو يخلي شركه الكوره تبع ممدوح عباس. الخبر وصل للاثنين رجال اعمال اللي شايلين شركه الكوره. يعملوا ايه؟ قال لك يا عم احنا مش عاوزين شركه الكوره، عاوزين فلوسنا. والدنيا ملخبطه والدنيا مش واضحه، والفلوس اللي دفعها نادي الزمالك عشان ياخد الرخصه الافريقيه ويشارك في دوري الابطال هيطلع من دور المجموعات بالكثير، والفلوس دي كلها هتبقى ديون وقاعده متراكمه على نادي الزمالك. خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره على الف خير. في النهايه اتمنى من حضراتكم لايك للفيديو والاشتراك في القناه. سلام.